تقريبا الاي او اس 18 حاليا بقى متاح للجميع، واحد من اكبر واهم تحديثات ابل. كتير من المميزات المهمه اللي اتضافت في الاي او اس 18. حقيقي انا من اكتر الناس المتحمسه للموضوع ده جدا، لان فعليا غير الايفون تماما. المميزات كتير، فمن غير كلام كتير كده صلاه على النبي ويلا بينا نبدا. اول ميزه معانا من الاوبشنز بعد كده اكسبيليتي، وهتنزل تحت هتلاقي عندك اوبشن جديد اتضاف اسمه فوكال شورت كات. سيت اب فوكال شورت كات هيقدم لك لسته طويله من الاكشنز اللي ممكن تختارها وتشغلها بصوتك وبكلمه معينه، او بمعنى اخر هتسمح لك تكنترول او تاخد اكشن في حاجات معينه في الايفون بكلمه. انا هختار مثلا حاجه زي ابلكيشن الكاميرا، ممكن تختار فلاش لايت او غيره من الاوبشنز اللي موجوده هنا. بعد كده اختار الكلمه اللي عايز تقولها لما تحب تفتح ابلكيشن الكاميرا. انا هقول له مثلا اوبن كاميرا، هيحولك لباك تاني هيطلب منك تقول الكلمه دي 3 مرات بصوتك انت. اوبن كاميرا، اوبن كاميرا. لو عملنا تيست للموضوع شفنا النتيجه من غير ما ناخد اكشن او نلمس الموبايل. اوبن كاميرا مبهرة. بجانب اللوك سكرين تقدر دلوقتي تغير الاختصارات اللي موجودة هنا، بيوفر لك اكتر من اوبشنز وتقدر تغير الاختصارات تانية. بمجرد انك هتضغط بس ضغطة مطولة على اللوك سكرين طبيعي هيطلب منك الفيس اي دي، بعد كده بتضغط على كاستمايز تقدر تغير اي اختصار من هنا من الفلاش للكاميرا او غيره، او ممكن تعمل ازالة للاختصار نفسه. الفكرة ان هو هيقدم لك لستة طويلة بكل الاختصارات اللي ممكن تضيفها هنا. لاول مرة ابل تغير سياساتها وتقول لك حاليا تقدر تغير لون الايكونز المناسبة لذوق. تعديلات في الهوم سكرين هنا زي انك ممكن تضيف اي ابلكيشن في اي مكان، يعني حاجه بديهيه في عالم الموبايلات حاليا ولكن ما كانتش موجوده في الايفون زمان. الاجمد من كده انك لو ضغطت ضغطه طويله وبعدين اديت كاستمايز حاليا تقدر تعدل او تغير لون الايكونز المناسبه لذوق، وضع الدارك مود واللايت واخيرا تنتد، ودي اللي من خلالها تقدر تغير لون الايكون. ولو ضغطت على العلامه دي ووجهتها على الوول بيبر اللي موجوده على الهوم سكرين هيبدا يقدم لك لون ايكونز يكون متطابق مع الوول بيبر. ووضع السمول واللارج دي لو حابب تكبر الايكونز وتشيل اسماء الابلكيشنز. وواحده من اهم وابرز المميزات اللي اتضافت في الاي او اس 18 هنا حمايه الابلكيشن. حاليا تقدر تعمل لاي ابلكيشن عندك باسورد. فكره ان حد يمسك موبايلك ويدخل على اي ابلكيشن معين من غير ما يكون عندك علم بده دي ما بقتش موجوده، وده هيوفر حمايه اضافيه لبياناتك الشخصيه والابلكيشنز المهمه زي الصور او البريد الالكتروني، الرسائل والى ما ذلك. وعلشان تعمل ده كل اللي عليك بس انك هتضغط على الاب اللي محتاج تعمل له اوت، بعد كده هتضغط على ريكوير فيس اي دي. بس كده كل مره هتفتح الابلكيشن ده هيطلب منك الفيس اي دي، بالاضافه طبعا للهايد ابلكيشنز اللي هتكون موجوده داخل الاطار ده. حاليا تقدر تعمل هايد او اخفاء لابلكيشنز معينه عندك، كل ده من الهوم سكرين بحيث ان مش اي حد يقدر يوصل للابلكيشنز دي. وعلشان توصل لده بكل بساطه بتعيد نفس الخطوه تاني، ضغطه مطوله، بعد كده بتضغط على دونت ريكوير فيس اي دي، بعد كده تضغط على هايد اند ريكوير فيس اي، وكده هيكون قام بعمليه الاخفاء. علشان توصل للابلكيشنز دي تاني هيكون في مكان معين في اللايبراري، هتوصل لللايبراري العادي او المكتبه وهتنزل تحت هتلاقي زي مكتبه كده خاصه بالهايد او هتلاقيها بالشكل ده، هتضغط عليها فيس اي دي. في الباك دي هيظهر معاك الابلكيشنز اللي انت عملت لها هايد. فعليا دي موجوده في الاندرويد برضو من سنين ولكن ما كانتش موجوده في الايفون. الجديد كمان في الاي او اس 18 هو ابلكيشن اول مره يتضاف في ابل هيكون موجود في الهوم سكرين هنا اسمه الباسورد، وده هيلم لك كل الباسوردز اللي دخلتها قبل كده على موبايلك في مكان واحد. هتلاقي الابلكيشن الجديد ده اتضاف عندك حاليا اسمه باسورد، هيفتح معاك بالفيس اي دي فقط، وهتلاقي كل الباسوردز بتاعتك متسيفه هنا. دخلت موقع معين مثلا وكتبت باسورد هيظهر معاك هنا الباسورد باسم الموقع كمان، وعندك اسم للواي فاي لو دخلت عليه هتلاقي كل الشبكات اللي سبق واتصلت بيها قبل كده بالباسوردات بتاعتها. كل الباسوردات المتسيفه او اللي انت دخلتها قبل كده في مواقع معينه هتلاقيها متسيفه على الابلكيشن ده. اللي اتضاف جديد برضو في الاي او اس 18 هنا كنترول سنتر هنا اتغيرت بصوره كامله، ديزاين جديد بيسمح لك باعاده ترتيب الادوات والاختصارات حسب احتياجاتك انت. تقدر تقسم الكنترول سنتر الى صفحات متعدده بحيث انك تخصص لكل صفحه مجموعه مختلفه من الادوات. اتضاف جديد برضو زرار الباور هنا، لو ضغطت عليه ضغطه مطوله تقدر تقفله عادي من غير ما تتعامل مع زرار الباور. في حاجات هنا برضو اتضافت في النوتس زي انك ممكن تغير لون التكست للون يناسبك انت، وممكن تسجل ريكورد اوديو. فعليا الاوبشن ده بقى موجود حاليا تقدر تستخدمه. ابلكيشن الصور اتحسن بشكل كبير، حصل اعاده تصميم للابلكيشن هنا بحيث انه يقدم لك مميزات منهم تنظيم الصور بشكل افضل وهتقدر توصل للصوره بشكل اسرع. من ابلكيشن الصور للكستمايز هنا من الاوبشن ده تقدر تحدد صوره معينه او مجموعه صور تبدا تظهر لك عشان يوفر عليك يعني وقت اكتر لو محتاج توصل لصوره معينه، يعني صوره اشخاص مثلا، صور وول بيبر موجوده، تبدا تحدد انت محتاج ايه بالظبط، وهو بشكل تلقائي هيبدا يقترح عليك الصور بناء على رغباتك. او ممكن من السيرش بقى تقول له مثلا صوره انا صورتها في المنوفيه، فاهم، هيبدا يطلع لك نتائج صور اتصورتها بالفعل في المكان ده. تقول له مثلا انا اتصورت صوره من 9 شهور ولا حاجه، تحاول توصف الصوره او تطلع جزء من الصوره يساعده انه يطلع لك النتيجه او النتائج اللي انت محتاجها. والاجمد من ده انك لو دخلت على الصوره هيبدا يقدم لك اقتراحات اخرى
اخرى متعلقه بهذا الموضوع. ميزه برده كنا مفتقدينها في الايفون في جانب المكالمات، هنا اي موبايل اندرويد في العالم لو كتبت مثلا الرقم هيبدا يجيب لك اسماء بالارقام. في الايفون لا والله، يعني اكتب لي الرقم كامل غير كده لا. ده كان في النظام القديم طبعا، لكن في الاي او اس 18 الموضوع اختلف تماما. حاليا لو كتبت اي رقم حافظه مثلا من الرقم اللي عايز توصل له في الباك دي، هيبدا يظهر معاك الاسماء المسجله عندك زي ما انت شايف كده. الكالكوليتر اتطورت عن الاول، هنا بقى عندك اوبشن انك تغيرها بصوره كامله لصوره احترافيه من العلامه دي، وبعدين سنتيفيك تحول معاك لكالكوليتر احترافيه، او ماس هيفتح معاك النوتس تقدر تديله امر من خلال نص معين وهيبدا يجاوب عليها بالشكل الجديد ده زي ما انت شايف قدامك كده، او ممكن تكتب او ترسم بايدك السؤال وهيبدا يطلع لك النتيجه. كل دي اوبشنز موجوده تقدر انك تستخدمها. اضافه تانية لو حاولت تضغط على الفوليوم هنا تلاحظ ان البيزلز بتتحرك حركه عاديه، يعني تافهه الى حد ما ولكن حاسسها لطيفه جدا. اكيد ملاحظ الموضوع ده وهيكون واضح اكتر لو ضفت وول بيبر برايتنس فيها عالي شويه. اوبشن التوقف اثناء تصوير الفيديو حاليا بقى موجود، اوبشن مهم جدا والحقيقه مفيش اي مبرر لسبب اختفائه قبل كده. الموضوع يعني كان اوفر ولكن حاليا اتضاف. مميزات فرقت بشكل كبير في الايفون، وفيهم طبعا من المميزات البديهيه اللي موجوده في اندرويد من سنين. لو لسه ما عملتش لايك ولا سبسكرايب ولا كومنت حلو، يعني اتمنى انك تنزل تعمل كل الكلام ده دلوقتي. وبس كده يا جدعان، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.